نطلب من المديرين يبقوا دائما معنا، لان هذا المدير المنتدب يبقى دائما مرتبط ان شاء الله تعيين هذه المديريه، نزيدوا في لاكادر تاع الخدمه، نزيدوا في الوتيره تاع العمل، رفعنا التحدي باش الولايه المنتدبه نسبقوا الولايات الاخرين. هذا اسمه تحدي في الكوتي بوزيتيف. ان شاء الله رانا حققنا بعض النتائج. احنا ما جيناش لهنا من اجل ماشي داروا ولايه منتدبه فقط من اجل انشاء هيكل وانشاء. ماذا بينا نغيروا الوجهه ونغيروا النظره تاع هذه المدن على مستوى الولايه المنتدبه. مسؤوليه ثقيله، ولكن دوك حنا نلتزموا الالتزام كامل باش نروحوا دائما للتنميه. اشرنا اليوم على تنصيب المدير المكلف بثلاث مديريات. المدير المنتدب مكلف بالسكن والتجهيزات العموميه والتعمير على مستوى الولايه المنتدبه افلو. بعدما تم تنصيب مدير التجاره ومدير الاشغال العموميه، اليوم تم تنصيب هذا المدير وبحضور السلطات الامنيه والاداريه على مستوى الولايه المنتدبه، مع حضور واشراف المديرين المعنيين، مدير التجهيزات العموميه ومدير التعمير ومدير السكن. وتم اعطاء توجيهات من اجل حث الجميع على العمل اليد في اليد بوتيره سريعه وبطرق تقنيه وعلميه من اجل تحقيق الانجازات التي ينتظرها المواطن على مستوى هذه الولايه، خاصه واننا ننتظر الاستفاده من مبلغ هام جدا خاص بتجهيز وتهيئه المدن والدوائر على مستوى الولايه المنتدبه افلو، اضافه الى ان ننتظر كذلك تنصيب مديرين اخرين، خاصه بعد الانتهاء من تهيئه المقرات التي تستقبل المديرين المنتدبين بعد المجهودات المبذوله من طرف السيد والي ولايه الاغواط والاداره المحليه لولايه الاغواط. تم تحقيق انجاز وتهيئه كل المقرات وكل المديريات المنتدبه، وان شاء الله مع دخول السنه الجديده مع الميزانيه الجديده ننتظر الاستفاده من مبالغ هامه خاصه بالتهيئه والتعمير على مستوى الولايه المنتدبه افلو. وان شاء الله ستكون لنا بصمه في هذه الولايه بمساعده الجميع وبمشاركه الجميع.